السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا مفيش أبسط منها، والله العظيم مفيش أبسط منها. واللي انت عاوزه هتلاقيه بالطريقة اللي أنا هقولك عليها. ولو قلت لا الطريقة دي مش صح، يبقى انت لسه بيبي ومش فاهم الدنيا. لو انت عايز الدنيا، الحب مقابله أسوأ. طب والأسوأ مقابله حب. بمعنى ايه؟ اوضح. لو انت عايز حب، ادي أسوأ. بس لما هتدي أسوأ انت اخترت الدنيا، حسابها عند ربنا وحشة جدا. طب انا عايز الآخرة، يبقى تدي حب وهتلاقي أسوأ، بس انت مش هتفرق معاك، هتبقى من المبتلين وهتنول الجنة. اوعوا تفتكروا ان اللي بيدي حب بيلاقي حب، اللي بيدي تضحية بيلاقي بر، اللي بيدي فلوس بيلاقي عطاء خالص. ده اللي بيدي فلوس بيلاقي الطرف التاني بخيل، ولو انت بخيل هتلاقي الطرف التاني كريم معاك، ولو انت قاسي هتلاقي الطرف التاني بيحبك وبيهتم بيك وبيخاف عليك. مش في زوجة بتبقى قاسية جدا وبتفكر في نفسها وبس، والراجل جوزها بيفضل حافي وراها يا عيني بيتمنى كلمة منها. وتخيل بقى الزوجة الطيبة الحنينة المعطاءة اللي تقولك عشان الجنة، عشان انول الجنة، وبشر الصابرين يا بت هتخشي الجنة. اوعي تقدمي أسوأ. مش في امهات بتبقى مضحية لأولادها وأولادها يطلعوا جاحدين؟ طب هي ادت عطاء اهي، ليه ولادها طلعوا جاحدين؟ هل عشان هي كانت مش بره بأهلها فربنا ردهولها في ولادها؟ لا خالص، لا خالص. ده ممكن تكون بره بأهلها وطلع ولادها عقيم، لأن في حاجة في الدنيا اسمها ابتلاءات، وانتوا أكتركم مش فاهمين، وبتزعلوا مني قوي لما أقول مش فاهمين أو مش فاهمين. أنا بتناقش مع ناس كتير بلاقيهم مش فاهمين. في ابتلاءات يا حبايبي، في حبايبي حاجة اسمها ابتلاءات. أنا ممكن أكون تحت رجل أهلي، مش أنا إيمي واي حد، ويطلع يقول لك الله ده انا كنت برب اهلي، ابني طلع عقلي، ابني بيزق فيا ليه، ابني بيبهدلني ليه. وفي بتبقى قاسيه مع اهلها ويطلع ولادها برين جدا وبيخافوا منها، قساوتها بتأدبهم تخليهم تحت رجليها. وخصوصا الام الانانيه اللي بتدور على نفسها. ما تلاقيش انانيه الا لما يكونوا ولادها بيشحتوا بالرهن. تخيلوا. لان انا قلت لكم الدنيا بتدي العكس. اديت حب هتلاقي اسوء، اديت عطاء هتلاقي تجاهل، اديت حنيه هتلاقي جحود، اديت فلوس هتلاقي بخل، صنتي جوزك وحافظتي عليه هيشبهك، مشيتي غلط هيسترك. عشان في جنه ونار، عشان في جنه وعشان في نار. اللي هيدي حب هيلاقي حب. يبقى احنا هنتحاسب على ايه لما نموت بقى؟ لما انا دلوقتي بدي حب فلقيت حب، اديت عطاء فلقيت عطاء، اديت جبر خاطر ولقيت الناس مقدرين. انا عايزه من الاخر تثبتوا، اللي عايز الجنه يدي الحب، يدي العطاء، يدي الوفاء. الام لو ضحت على ولادها ما تندمش حتى لو طلعوا قاسيين. يا بختك بالصبر ويا بختك بالجنه. دي حاجات جميله، والحمد لله ان مفيش حد فينا كلنا ضامن انه هيخش الجنه ولا النار. يعني لا الشيوخ اللي بدقن ولا الستات اللي لابسه خمره ضامنه الجنه. مش هم شايفينهم قمه الدين والايمان؟ محدش ضامن حد. ممكن ربنا يدخل الجنه برحمته. انا لما اتكلمت على اللايفات والفجور قلت عشان الدنيا، احنا ملناش دعوه بالاخره. ده ممكن اللي بيرقصوا دول ما نعرفش نيتهم هيخشوا الجنه ولا النار، انا ماليش فيه. انا بتكلم عشان عيالنا بس، عشان نعرف نربيهم، عشان الواد دلوقتي بيطلع بيمشي في الحرام بيعذب اهله، والبنت بتطلع تمشي مع شباب بسببكم،
والرجاله بتطلق ستاتها بسببكم، الدنيا خربت بسببكم. اما الاخره بقى، انا ماليش اقول انت هتخشي الجنه ولا النار، انا ماليش خالص. انا ليا في نفسي، انا ادور على نفسي. فلما اجي انتقد محتوى فيه هز ورقص ودلع ومياصه وسجاير وكاف الست تشتم في اللايف، واللي تعمل السيجاره كده وتعمل نفسها، اشربي في بيتك يا حبيبتي، بلاش والنبي، كفايه بقى قرفتوني قرفتوني. انا قرفت. انا اصلا من الناس الكلاس قوي، يعني اللي بحب كل حاجه جميله. وده عيب ابويا اللي رباني كده، عيب ابويا كان لوث عيني ولوث سمعي شويه، لكن كنا محافظين عليا قوي. فلما بشوف حاجه غريبه بتجيلي صدمه. صدمه. يعني ايه ست تطلع تهز ومبينه تدرسها بره وتقعد تقول كافسين في ايه يا ولاد؟ في ايه؟ فين الاحترام؟ فين الحياء للست؟ انا ابويا وامي قالوا لي ان جمال الست في حيائها، في خجلها. اما حد يقول لها كلمه حلوه وشها يحمر وتتكسف وتحط عينها في الارض، مش في الفجورها. اوعوا تفتكروا الفجور اللي بتعملوه ده هتتحبوا. انتوا عارفين انا بشبهكم بايه؟ عارفين انا بشبهكم بايه؟ ولا بلاش؟ بلاش، لانكم هتقرفوا من نفسكم جدا جدا. وشكرا.